النهارده انا جاي اقول لكم على احلى صاحب عندي في الدنيا. باختصار انا موجة. بص، مفيش وقت، من اثيوبيا الى العالم كله جالي احلى صاحب في الدنيا، واللي هو القهوه. اول ما بشرب القهوه كده، دي حاجه مش مجرد طعم، دي حاجه لذيذه ابدا بيها يوم. القهوه اتعرفت اول مره في اثيوبيا. كان راعي اغنام اسمه كالدي لاحظ ان الغنم بتوعه بيبقوا كده نشيطين لما بياكلوا حبوب حمراء معينه. بعد كده الحبوب دي وصلت لليمن، بقى المشروب ده بيستخدم كتير في المساجد عشان المصليين يفضلوا صاحيين طول الليل وهم بيصلوا. وفي القرن ال17 التجار نقلوا القهوة لأوروبا وفتحوا بقى القهاوي والمقاهي وعربيات القهوة، وكانت الناس بتعتبر القهوة دي مشروب المفكرين. طبعا الفل. وزي ما انت شايف القهوة دلوقتي ما بقتش مجرد مشروب، بقت جزء من ثقافتي اليومية، سواء بقى اسبريسو، امريكان كوفي، موكا. عندك انت واحد صاحبك زي انا عارف مجانين قهوة. فصحيح بقى، انت بتحب قهوتك ازاي؟